الحدود السعودية العراقية صبروا شوية وشوفوا وش بيصير. في حشد هائل من داخل العراق للميليشيات هذه الشيعية 54 ومعاهم البطال، قاعدين يعدون إعداد هائل، صار لهم سنة تقريبا، وبيدخلون على السعودية مصوب عرعر ومنطقة عرعر. هذه ستكون منطقة ملتهبة، أنا أقول خلال أشهر يعني. ولذلك لابد من الاستعداد وعدم التمني وعدم التباطؤ في خطوات الكونفدرالية والدفاع المشترك. ترى الأخطار ما تقشمت، الأخطار تفاجئك فجأة يعني. هل تصدق أو ما تصدق أنه في قيادة الحرس الثوري في إيران من طرح دراسة على القيادة في ضم العراق لإيران، كل العراق يصير ملحق لإيران. تخيل العراق من زاخو إلى صفوان، هذا العراق الضخم، المياه، النفط، القوميات، الأقليات، الأديان، التاريخ. يفكرون جديا في الأوساط القيادية في الحرس الثوري، ويدرسون جديا كيف ندمج العراق داخل إيران ومع إيران. فإحنا بالنسبة لهم زلاطة يعني الكويت. شنو الكويت؟ صح ولا لا؟ يعني اللي قاعدين يفكرون بضم العراق لإيران يعني شيء عادي يعني. يدخلون على الكويت وينتهون من القصة هذه كلها. ولذلك احنا حتى الآن ترى قاعدين نتناقش بتفاصيل صغيرة يعني، وانه هل هذا كذا، مشكلة التأبين، أبنوا وما أبنوا، منو في خلية كذا، فلان قاعد كذا. لا 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 لا، خطر كبير، ولازم تفكيرنا يكون بمستوى هذا الخطر، وما شفنا شيء. وما أحب أطول عليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.